هاي عملت اطول ساندوتش برجر في مصر. تعالوا اوريكم عملته ازاي. رحت اجيب العيش، ما لقيتش عيش فينو من الصغير، لقيت العيش الطويل قوي ده. فكرت استنى العيش يطلع في الفرن ولا اجيب الرغيف الطويل قوي ده اللي قد نص دراعي. قررت ان انا هجيب العيش الطويل. بدأت الأول نزلت بالبرجر في زيت سخن وهديت النار علشان يستوي على مهله. البرجر ده أنا جايباه جاهز من فتح الله، وبيكون لحمة بلدي وطعمه بيكون حلو جدا. لو حابة تعملي انتي البرجر في البيت برضو هيكون براحتك، وتابعي الفيديوهات بتاعتي هقولك تعمليه ازاي بطريقة سهلة اوي. حطيت اول حاجة في العيش شوية كاتشب وعليهم صوص الرانش. الصوص ده يا جماعة طعمه تحفة جدا للناس اللي بتحب صوص الرانش. انا حبيت طعمه قوي، في ناس ما عجبهمش بس انا بالنسبة ليا كان حلو قوي. وما بحبش برضه احط منه كمية كبيرة قوي علشان ما يغيرش طعم الساندوتش. ممكن بقى تضيفي كمان مع، انا حطيت طماطم وبصل، انتي ممكن تضيفي كمان مع الطماطم والبصل دي شرايح جبنة شيدر، او تحطي كمان خيار مخلل. الخيار المخلل برضو بينقل طعم الساندوتش في مكان تاني. تضيفي اي حاجة انتي حباها من انواع الخضروات او الجبن موتزاريلا زي ما تحبي. بعد ما البرجر استوى هشيله من الزيت على طول، هحطه جوه الساندوتش. انا ما بسيبوش يتصفى جامد قوي علشان بحس ان هو بيبقى جوسي كده لما بنقله في الساندوتش على طول، وبيدي العيش طعم من طعم البرجر كده، بيبقى حلو قوي. بس كده خلصنا، وفي الاخر قطعته وحطيته في فويل.